السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهاردة معايا فيديو بسيط بس ان شاء الله مفيد جدا. ازاي بأقل ميزانية تمشي الشهر بتاعك او تمشي مصروف البيت، تقدري تمشي بأقل ميزانية وان شاء الله تجيبي المفيد وتجيبي الحاجة اللي هتفيدك. طبعا الاسعار غالية جدا جدا، يعني ربنا يصلح الحال يا رب. وطبعا يعني يعتبر المصروف اللي بتاخديه للبيت، فيعني يا بيكفي يا ما بيكفيش، يعني على قد الحاجة اللي انت عايزاها ممكن ما يكفيش معاكي. فان شاء الله احنا مع بعض هنشوف هنجيب ايه يعني على قد ما نقدر نحاول نمشي الميزانية على قد ما نقدر تمشي لحد اخر الشهر من غير ما نحتاج اي حاجة من اي حد. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، واتمنى طبعا ترفعوا الفيديو باللايك والشير عشان طبعا يوصل لناس كتير. اتمنى القناة تكبر بيكم يا رب، ان شاء الله الفيديوهات بتاعتي تكون عاجباكم. وان شاء الله باذن الله عندي افكار كتيره لاكلات اقتصاديه باذن الله تعجبكم، بس اتمنى بس ترفعوا لي القناه، لان والله بصراحه بامانه انا محبطه والله. يعني كل ما باجي اصور بلاقي نفسي احبطت بسبب ما فيش اصلا الفيديوهات يعتبر ما بتتشافش. فيا ريت كلنا نشجع بعض، ويلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف كده عملنا ايه او جبنا ايه. النهارده ما عملناش حاجه، النهارده احنا اشترينا. شوف الاسعار بتاعتنا. انا طبعا لما باجي اشتري بشوف الضروري جدا اللي انا عايزاه، مش بروح اجيب اي حاجه وخلاص. يعني انا لما البتنجان كان ب30 انا عمري ما كنت هشتريه، انا يعني مش كده، يعني مش للدرجه دي. يعني محشي في بديل ليه، في كرنب، في اي حاجه تانية ممكن يكون سعرها رخيص شويه. لو كل المحاشي في الوقت ده كانت غاليه مش لازم اجيب محشي، انا تبع ميزانيه بيتي. والله لو المصروف اللي معايا في الفتره دي كتير وولادي نفسهم في المحشي هجيب عادي حتى لو كان غالي. فتابع مصروف بيتك، مشي على قد ما تقدري. طبعا المحشي البتنجان لقيت الكيلو ب12، فجبت كيلو بتنجان ابيض، وجبت نص بتنجان اسود، وجبت نص كيلو جزر. انا ما جبتش جزر كتير معلش، ما جبتش الجزر كتير علشان ما يتبقاش عندي، على ان اولاد ما بياكلوش كده. هو طبعا مفيد جدا بس هما مش بياكلوه، فجبت نص كيلو بس. الجزر جبت نص كيلو ب4 جنيه، ونص كيلو بتنجان اسود ب6، يبقى كده 10 جنيه. وبتنجان ابيض جبت كيلو ب12، كده 22 جنيه. و10 جنيه ملوخية، الكيلو كان ب15، هي حطت لي زيادة عن نص كيلو ب10 جنيه. والخضرة ب5 جنيه. والفلفل الأحمر ده لقيت الكيلو ده ب20، إنما الفلفل الكبير طبعا أغلى بكتير، فما سألتش على سعره عشان ما شفتوش أصلا قدامي كمان، ما سألتش على سعره. فده الكيلو كان ب20، جبت كيلو عشان بحتاجه كتير في البيت. فالفلفل هيقعد معايا أصلا أكتر كمان من أسبوع. أنا هنا بتكلم على مشتريات أسبوع. في حاجات هي هتقعد معايا اكتر من اسبوع، وفي حاجات هي اسبوع بس، يعني بس هي كويسه يعني برضو الحمد لله. ما جبتش باسعار غاليه، وهقول لكم كل حاجه بالاسعار. وفي الاخر هقول لكم اجمالي انا جبت حاجات بكام. جبت هنا مكرونه، جبت 2 كيلو، كيلو 22 جنيه. كان في انواع، فضلت ماشيه لحد اخر السوق. دي بساطه برضو كانت كويسه، فجبت 2 كيلو. الكيلو ب22 يبقى 44. والرز ده لقيت الكيلو ب26. هي حبيته رفيعه بس مش مكسر. لو مكسر لا ما تجيبهوش، لو مكسر هاتيلي الكفته عادي ينفع معاكي للكفته. انما بصراحه لو للطبيخ خساره تبوظي الطبيخ بتاعك علشان 2 جنيه، فخساره. لا، فانا لما لقيت الحبايه بتاعته حلوه بس رفيعه قلت زي بعضه اجرب. جبت 2 كيلو، كيلو ب26. جبت نص كيلو نشا، نص كيلو ب20، وجبت فلفل اسود ب20. وايه كمان، وجبت فول مدشوش وفول حصى. دول الاتنين كانوا ب45. الفول الحصى كان ب25، والفول المدشوش كان النص كيلو ب20. هعمل فول وطعمية في البيت وهنوفر برضو، مش هنشتري حاجة من بره. هنا المنظفات برضو جبت على قدي. انا الغسالة بتاعتي غسالة نصف اوتوماتيك، فعادي بتحتاج اي مسحوق. التلاتة اوكس الصغيرين دول اللي هو الجل ب5 جنيه، والصابونتين دول ب12 جنيه. جبت صابونتين صغيرين يكفوني حتى مثلا اسبوع، ممكن يقعدوا معايا 10 ايام، تبع طبعا استخدمنا فيه. الكيس الباهي ده جبت كيس باهي لقيته ب65 جنيه، كيلو ونص. في اوكسي كان ب85 جنيه، فقلت خلاص خلينا في الاوفر، وبعدين هو ده زي ده يعني. انا دايما بجيب الاوكسي، بس المره دي حبيت يعني اجيب بس باهي، فلقيته ارخص شويه ب20 جنيه، قلت خلاص خليني في باهي. ده كيلو ونص، بقول لكم 1500 جرام. وجبت هنا 8 كيلو سلك. طبعا الام هيقعد معايا اكتر من اسبوع. وبرضو الحاجه دي تبع استخداماتك، انا مش هغسل سجاجيد ولا هغسل بطاطين دلوقتي، فهيقعد معايا فتره. لو هغسل حاجات زي كده هي يعني هيخلص بسرعه. السلك كان ب10 جنيه. وهنا جبت فرخة بقى، الفرخة ده ما كانش في نفس اليوم، يبقى أنا كده جبت الطلبات بتاعتي كانت ب327 جنيه. الطلبات اللي هي المنظفات وكل الطلبات اللي أنا جبتها ب327 جنيه. هنا معايا بقى الفرخة دي كانت 3 كيلو، الكيلو كان ب86 جنيه. يعني الفرخة كانت كده جاية تقريبا ب258 جنيه. الفرخة دي كانت 3 كيلو.
بس هقطعها ان شاء الله تكفينا فترة طويلة، مش لازم للاسبوع بس، يعني عادي ممكن يتبقى حاجة مثلا ممكن تقعد معايا 10 ايام هي والسمك. جبت كيلو سمك، ده كيلو وشوية. الكيلو سمك ده كنت جايباه من عربية القوات المسلحة، كان الكيلو ب75 جنيه. كيلو شوية دول كانوا ب85 جنيه. السمك اللي عندك بقى، عندك سمك اللي هو البلطي، سمك قراميط بقى، انا ما بحبش القراميط خالص على فكرة، وما انصحش حد يجيبه. السمك اللي موجود عندك وانتي حابة تجيبيه براحتك خالص بقى، في انواع سمك رخيصة كيلو ب50. هاتي. السمك ده ممكن يكفيني اكتر من مرة. يعني انا لو هقطع لكل واحد قطعة واحدة بس، انا مش لازم اعمل كتير، مش لازم اعمل كميات كتيرة. انا طبعا مصاريف بيتي بمشي والحمد لله، وبتمشي وزي الفل. ربنا يبعد بس اي مرض، اي حاجة وحشة يبعدها عننا يا رب. بالنسبة للاكل اي حاجة موجودة بتكفي والله، وفضل ونعمة من ربنا. الفرخة انا قطعتها ما شاء الله، ادت معايا كمية حلوة قوي. خدت الجزء اللي هو الجزء بتاع الاوراق ده، قطعته كده تقريبا 6، خدت 5 في طبق. والصدور ممكن نسيبها تتفرم، وممكن اطيبها كده في طاجن، انا خدتها طيبها في طاجن، قطعتها برضو كام قطعة كتير. التقطيع بتاع الفراخ ان شاء الله وطريقة التنظيف بتاعتها في فيديو ان شاء الله هنزله ممكن بعد ده ان شاء الله بإذن الله. يعني كده انا قسمتها في 4 اطباق اهو. هوريكم التقطيع بتاعتها ان شاء الله في فيديو تاني، علشان بس ما يطولش عليكم، واقولك ازاي تنضفيها وتطلع معاكي ما فيهاش اي زفارة. هنا عملت 4 اطباق ل5 افراد، لأسرة 5 افراد. ما شاء الله القطعة بتاعتها مناسبة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي، يعني تمشي الحمد لله. وفضل ونعمة والله من ربنا، اللهم لك الحمد. ربنا يحفظ اولادنا بس ويبعد عنهم اي حاجة وحشة. جبت هنا بقى كيلو سمك اهو، يعني كيلو شوية، ممكن كل سمكة اقسمها 3 عادي، مش لازم يعني ناخد كمية كبيرة. الموجود وكله والله حلو الحمد لله، وهتقضي وهتكفي. دي كده كانت الميزانية بتاعتي كلها على بعضها. كانت كام؟ 670 جنيه. الطلبات دي ممكن تقضيني اكتر من اسبوع. 670 جنيه ما شاء الله، الحاجات ما شاء الله قطعتها بطريقة حلوة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. الف سلامة، والسلام عليكم.